السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اسوي لكم طريقة القيمة النجفية. طلبتوا من عندي كمية قليلة. عندنا هاي كمية 6 كيلوات حمص، وعندنا 6 كيلوات لحم شرح. هذا اللحم لحم عجل، لحم عجل وليس غنم يعني. هذا حمص مكسيكي هذا. وعندنا هنا 4 كيلو طحين حمص. هذا حمص مطحون. طبعا طحين حمص يعني مو باللازم، اذا ما موجود ماكو مشكلة، اهم شي اللحمة زينة. عندنا بطلين زيت، 3 قواطم معجون تونسة، اللون حسب الرغبة. عندنا هاي البهارات 4 ملاعق اكل، هاي دارسين. 5 ملاعق نوم بصرة مطحونة. 5 ملاعق كمون، و5 ملاعق هيل مطحون هذا. والملح حسب الرغبة. الملح طبعا ما ضايق. هذا الحمص راح ننقعه. انا ما نقع الحمص، بس طلبوا من عندي، قالوا الحمص اريد طريقة من تنقعه والطبخة. هسه الوقت حوالي 8:30 بالليل. راح ننقعه ونخليه للصبح، لان احنا راح نطبخها باكر الصبح. هاي هسه راح ننقعها بالمي ونخليها الباكر الصبح. ان شاء الله الصبح راجعين وياكم ونكمل وياكم الفيديو. هسه رجعنا وياكم، صار الصبح. هذا الحمص شلون نقع. هذا هسه مثل ما تشوفون نقعناه بمي دافي او مي بارد، بس المي دافي افضل يعني بسرعة ينقع. وهذا عندنا اللحم، وهذا البصل هسه استونا جبناه. البصل يعني حسب رغبتكم. على هاي الكمية راح نضيف 5 كيلوات بصل او 6، ماكو مشكلة. كل ما يكثر البصل يصير اطيب. وهاي عندنا باقي المواد. هسه ان شاء الله راح اروح على النار وارويكم الطريقة. هسه ضفنا الزيت، خلينا على نار قوية. ضفنا البصل، راح نحمسه حوالي 3 دقائق او 4. هسه راح نضيف اللحم مباشرة عليه، وياخذ وقت 3 دقائق. هسه ضفنا اللحم. قلتلكم اهم شي اللحمة، اذا اللحمة مضبوطة ما يحتاج طحين حمص. طحين حمص هو شنو فايدته؟ بس يتخن القيمة. هسه راح نبقى نحمس بيه حوالي 13 دقيقة لحد ما يتحمص شوية. هذا مثل ما تشوفون اخذ وقت 14 دقيقة. هذا صار لون اللحم حمص. هذا شكل اللحم. هسه ضفنا الحمص. طبعا الحمص مثل ما قلت لكم نقعناه وغسلناه. بس راح نقلبه شوية حوالي دقيقة أو دقيقتين. نضيف عليه المي مباشرة. هاي ضفنا المي. طبعا المي بارد أو حار ماكو مشكلة، كله يشتغل يعني ايش يصير. بس أول شي ضفنا المي، وراح نخليه أول ما يفور نسحب الزفرة مالته ونخليه لحد ما يستوي. ياخذ وقت حوالي 3 ساعات أو أكثر. خليه على نار قوية ونطبقه زين ونخليه لحد ما يستوي. بعدين نصفي المي مالته ونبدي ندرخه. هاي هسه مثل ما تشوفون الحمص استوى واللحم استوى. اخذ وقت حوالي 4 ساعات على نار قوية. هاي اللحم مثل ما تشوفون استوت. هسه راح نصفي المي مالته السوب
نصفيه بس ما نذبه يعني، نخليه بقدر واحدة بعدين نضيفه. هذا الحمص استوى. الحمص المكسيكي افضل يعني، الحمص بسرعة يستوي هذا. هذا هسه صفينا المي مالته السوب، ضفناه بقدر واحدة، وهسه راح ندرخه بهاي المدراخة اللي يشوفون مثل ما تشوفوا قدامكم. بالبيت اذا عندنا كيلو او اقل نقدر ندرخه باي شي عندنا، نمشة او شفشير نقدر نمرده. هسه اخذ وقت حوالي 30 دقيقة قاعد ندرخ بيه. قلت لكم لحد ما ينمر تمام، نشوف حمصه ماكو يعني، يصير مثل العجين. عندنا هاي هسه مجموعة البهارات، راح نضيف الهيل، وهذا الكمون عندنا، وهذا عندنا الدارسين. هسه تقولون ليش ما ضفت النوم بصرة؟ النوم بصرة ما نضيفها آخر شي. أي شي حموضة تلوح الحمص يصير يعني مثل ما نقول احنا جزر، ما تنمر الصحيح. احنا نضيف النوم بصرة والمعجون بآخر شي. إذا تردون نجاح القيمة النجفية بالأخير يلا نضيف الحموضة. عندنا هذا الزيت ضفيت، راح نضيف بطلين لأن اللحمة ما بيها هواي شحمة. بس إذا القيمة اللحم مالتها يعني بيه شحم هواي، لا نقلل من الزيت. هسه احنا مشغلين النار على نار هذا على مود ما تبرد، وندرخ بيها. هاي هسه اخذت وقت 45 دقيقة. راح نضيف من السوب هذا اللي قلت لكم عليه. احنا نتحكم بالثخن والخفة. اذا ثخينة نقدر نضيف من هذا السوب اللي سحبناه بالبداية لحد ما نشوف الثخين والخفة يعني متلابس. هاي هسه مثل ما تشوفون حمصا مردت هي واللحمة. هذا المعجون راح نضيف 3 قواطي. من نضيف المعجون ومنهم بصرة، اهم شي الفورة مالتها. اكو ناس يسألون يقولون ليش عندنا تمصر القيمة؟ القيمة تمصر لان ما تخلوها تفور زايد. هسه راح نضيف النوم بصرة. هاي هسه النوم بصرة المطحونة. هسه عندنا اهم شي هنا نخليها تفور زايد يعني على مود ما تمصر عندنا. قلت لكم الخف والثخن انتو حسب رغبتكم. اذا تردوها ثخينة ما نضيف بعد ماي، واذا تردوها يعني متوسطة لا نقدر نضيف شوية سوب من هذا اللي طلعناه. هسه قاعد تفور، نبقى ندرخ بيها لحد ما تتلابس، ونقدر نضوقها اذا تحتاج بعد نوم بصرة نقدر نضيف. هسه راح نضيف الملح. تقدرون انتم يعني من نضيف الملح نقدر نضوقها، اذا تحتاج بعد نوم بصرة نقدر نضيف لها، والملح هم كذلك. هسه هاي القيمة تلابست تمام. هاي هسه عندنا الملح، قلت لكم اخر شي الملح. هسه ضفنا الملح، والملح حسب رغبتكم، حسب الملوحة مالته. نقدر نضيف شوية شوية لحد ما نشوف قياس الملح مضبوط. هسه كملت القيمة مالتنا، راح نخليها تفور تمام يعني على مود نصير تمصل. نخوطها بالشفشير، اخاف اكو شي يعني لازق جوا بالشعب. واشوف الثخن مالتها كلش حلو.
مسخنه كلش حلو ومرتب. القيمة اهم شي البرغ مالتها. هسه ان شاء الله عجبكم الشريح، وراح اراويكم الشكل النهائي مالتها. هذا الشكل النهائي مالتها. هذا التمن ضايفيله اكثر شي هيل وكركم اصفر قليل يعني. وهاي القيمة النجفية شكلها روعة وطعمها فد شي صار. ومع ألف سلامة.